شو الماشي هذيك شكون يستفيد منها؟ هو نحب نقول لكم من ساعه الطاقه لانه هذا كل ماشي في الطاقه. انه الطاقه هي عنصر مباشر في الكلفه. هذا كان البارح تعيطوا لمنظمه الدفاع عن المستهلك تو يجبدوا لكم حكايه الطاقه هذاك. علاش البارح هو يعارك على الزيادات في المحروقات اللي باش تقع. الحاجه كي تتكلف ب 100 ويكون عندك مشروع نتاع روتور سور انفستيسمون على 3 سنين يكون عندك سعر. اما الحاجه كي تكلف 150 وعندك نفس المده باش تسترجع فيها اموالك باش يكون مره ونص. هل الاسعار اللي اتثاقلت بالرشاوي وبضياعه الوقت وبعدم المتابعه وبقله الجوده وهذا الكل يكلف الحاجه اضعاف المرات ويخلي يقع ضرر. ولهنا لازم تونس تتبع اولا تطبيق العقد اللي فيه تجريم لعدم التسليم في التاخير بنسبه 5%. ثانيا جبر الضرر دوماج انتيري، يعني اللي تونس تلزت انها تاخذ معناها حلول اخرى باش تغطي حاجيات الطاقه وعملوا معناها مولد كهربائي في بير المشارقه جو بونس في بير المشارقه باش يغطيوا معناها الحاجيات هذه وعملوا مولدات اخرى صغرى في مناطق اخرى وتكلفت الشيء هذا يتكلف. خليني نسألك سؤال مباشر سامحني. الفساد خاطر سامحني تفرج فينا في التلفزه، الفساد في قطاع الطاقه وفي الصفقات هذه واللي استاثرت بها وذكر سيد ازهر يقول انه الشركه التونسيه كهرباء الغاز على مسؤوليته انه كانت عباره مملوكه لاصحاب المخروع. انا احب نسأل سؤال مباشر، كيف ينعكس هالفساد هذا على كلفه الطاقه وفاتوره الساق اللي نبكوا نعيطوا ولات اضعاف وضعف مباشره؟ وضح لنا الساده المشاهدين. انا ناخذ لك مثلا حاجه سامبل. انا شوفر تاكسي ما ثماش مقاس. انا كنت نمشي كيلومتر يخلص مثلا دينار على خاطر انا نشري لتر نتاع ليسونس دينار و700 وتاكل في الكيلومتر الكهرباء نتاعي 6 لترات معناها ناكل ابري 200 فرنك معناها كاربورون مع محروقات وعندي امورتيسمون للسياره. انا كنت نمشي كيلومتر يخلص مثلا دينار على خاطر انا نشري لتر نتاع ليسونس دينار و700 وتاكل في الكيلومتر الكهرباء نتاعي 6 لترات معناها ناكل ابري 200 فرنك معناها كاربورون مع محروقات وعندي امورتيسمون للسياره 300 فرنك 500 فرنك ونعمل روحي انا شهريه وشويه زاد اسيورونس وكل شيء نلقى روحي كي باش نولي نشريها انا توا ب 2500. اسكو نجم نحافظ على نفس السوم على الكيلومتر؟ ما نجمش نحافظ. هذاك علاش يقول لك عنصر مباشر في الكلفه. نعطيك